املو كنشريوه من برا الثمن زايد بزاف وما كنعرفوش حتى شنو مخلطه لينا تماك فيه. انا وليت كنصاوبو غير في الدار، كل مره باش كنصاوبو. ديك المره بارطاجيت معكم صاوبتو بكاوكاو. هاد المره غادي ندير هنايا اللوز. عندي هنايا اللوز ديجا محمر وطحنته مزيان، كيولي بحال هكا حتى كيولي معلك باش كيطلع ديك الزيت اللي فيه هو النيت. وهنايا هذه اول مره صراحه غادي نديرها. غادي نزيد معاه معلقه ديال الزنجلان حتى هو مطحون مليين بحال هكا حتى كيولي معلك. غادي نزيد غير معلقه واحده لان الزنجلان كيخلي في الاخر واحد الطيبه شويه مجهده باش ما تجيش باينه بزاف. غادي نديرو غير شويه، وتا هو راه مفيد. داكشي باش بغيت نزيدو بالعاني مع اللوز لان ما كناكلوهش بزاف في الحياه اليوميه ديالنا. وعندنا هنايا شويه سكر كلاصي باش غادي نخلطو، وزيت ارغان. هادي زيت ارغان للاكل. دابا صافي غادي نخلطو كلشي في هاد البول هادي. سكر كلاصي كنبقاو غاديين وكنزيدو غير بشويه بشويه باش حتى نوصلوا للمذاق اللي بغينا، كل واحد على حسب شنو كيبغي. وهنا غادي نزيدو لمعادله الذوق غادي نزيدو واحد شويه ديال الملحه، وغادي نبداو نكبو زيت ارغان حتى هو غير بشويه بشويه باش حتى كتوصلوا للقوام اللي كتحصلوا عليه، سواء بغيتوه جاري او يكون شاد راسو شويه. الا عندكم شي ماكينه صحيحه النيت اللي تقدروا تعولوا عليها تقدروا تخلطوا فيها هذا الشيء هذا كامل. حنايا ما عندناش، عندنا هي ديك العاديه الهشوار العاديه. غادي نخلطوها هكا بيدينا. هنايا زدنا شويه ديال السكر كلاصي اللي كان باقي بزلافه. اللي ما كيقدرش على زيت ارغان بزاف كتجيه المذاق ديالها مجهد في الماكله، زيدوا الزيت النباتيه اولا البلديه. كاين اللي كيبغي القوام بحال هكا، كاين اللي كيبغي يجري. المهم هذاك الشيء كيبقى اختيار ديالكم. هنا غادي نزيدوا شويه زيت البلديه باش ما كتجيش زيت املو زيت ارغان بوحديتها قاصحه بزاف. كاين اللي ما كيقدرش على المذاق ديالها. وصافي كنبقاو نخلطوا بحال هكا كما قلت لكم حتى كتحصلوا على القوام اللي بغيتو نتوما. صافي هنايا غادي نحبسو. هذا هو القوام اللي بغينا، كيجي بحال هكا في الدهن مزيان. صافي دابا غادي نعمروه في القريعات. كيجي بحال هكا تبارك الله خير الله. ماشي بحال فاش كتشريو ديك الطاسه صغيوره دايره الثمن وما عارفين شنو فيها.